عجيبة يا باشمهندس، ليه كل الناس قاعدة تعمل فيديوهات 30 ثانية 30 ثانية دقيقة؟ ايه الحكاية؟ هو مين يعني اللي قرر واصر ان الدقيقتين كتير؟ عشان يا حاج عطية الناس دلوقتي بقى صبرها قليل، وكل واحد هيحاول يديك المعلومة في اسرع وقت. على كلامك يعني يا باشمهندس، الفيديو القصير هو اللي هيبيع؟ مش بس هيبيع يا حاج عطية، ده كمان هيكسب. والله حاجة حلوة، يعني همسك فلوس. بالظبط. ترى الفيديوهات الصغيرة بقت من أهم أدوات التسويقية دلوقتي في السوشيال ميديا، عشان هي هتلاقيها سريعة وجذابة، والناس تقدر تشوفها في أي وقت من خلال تليفوناتها، وتوصل الرسالة بسرعة وتحقق انتشار أكبر على منصات زي الانستجرام والتيك توك. طب يا باشمهندس، لو أنا ما عنديش معدات تصوير وإضاءات والجو اللي أنتوا عاملينه ده، طب اعمل ايه؟ مش المهم المعدات يا حاج عطيه، المهم الفكره. استخدم كاميرا موبايلك، اهم حاجه يكون الفيديو واضح وممتع. يعني يا باشمهندس استخدم التليفون ده اهو واعمل بيه فيديوهات حلوه؟ طب قول لنا كده ازاي اعملها يا باشمهندس. ركز على الحاجات دي يا حاج عطيه. لما تيجي تعمل الفيديو اهم حاجه يكون الباك جراوند او الساوند بتاعك لطيفه ومناسبه. حط نصوص وانيميشن بتشد العين، واهم حاجه واخر حاجه خلي البدايه قويه. في اول 3 ثواني الناس هتقرر تكمل الفيديو ولا سكيب. يعني اهم حاجه من اللي انا فهمته منك يا باشمهندس اول 3 ثواني، هو ده بالظبط يا حاج عطيه. انا كده فهمت يا باشمهندس. اهم حاجه في اول 3 ثواني اعمل شويه دراما. المهم يا حاج عطيه ان انت تبدا دلوقتي، مش كل شويه تنتظر وتقول لي هعمل اليوم اللي بعده.